اطمن عليكي، يمكن تكوني عايزه حاجه. انت لسه ما نمتش زيي يا حاج؟ مش جاي نوم، عمال افكر فيكي. وانا كمان بفكر فيك. صحيح. انت اي ست تعرفك لازم تفكر فيك وما تنساكش ابدا. اشمعنى؟ عشان انت طيب قوي وحنين، راجل من بتوع زمان، مش من الرجاله الورق بتوع اليومين دول. ده انت اللي ست ستات ونورتي البنات كلهم. يا جماعه في ايه يا مختار؟ مش عارف، بس باين الموضوع مهم. انت مش عارف هو عايزنا في ايه؟ العلم عند الله، هو قال لي اجمعكم وخلاص. يلا بينا. الحمد لله على السلامه يا بهوات. الله يسلمك يا حاج. في ايه يا حاج؟ قلقتنا يا حاج. لا ما تقلقوش من اي حاجه. ايه في الباب الساعه بتاع العب. حاضر يا حاج. انت وماما بخير يا بابا؟ طبعا الحمد لله احنا بخير وكل الامور تحت السيطره، بس هو زي ما تقولوا كده في موضوع شاغل بالي من فتره واخيرا خدت فيه قرار، ولقيت انه من حقكم عليا ان انا ابلغكم القرار ده. قرار ايه ده يا حاج؟ انا قررت اتجوز. انت بتقول ايه يا حاج؟ عايز تتجوز؟ اتجوز. في حد عنده اعتراض؟ بس انت مش شايف ان حضرتك يعني قربت على 70؟ وماله يا اخي، 70 ما دام الصحه بومب والحمد لله. وبعدين احنا عيله معمره، انا ابويا لسه ميت من سنتين وكان تم 90 سنه. بعد الشر عليك يا بابا، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بس اشمعنى يعني فكرت في الموضوع ده دلوقتي؟ لا مش دلوقتي ولا حاجه، هي الفكره دي في دماغي من زمان، من وقت ما امكم جالها القلب وهي في عز شبابها. بس انا بقى سبورت واتحملت عشان انتوا ما تطلعوش تلاقوا ابوكم متجوز 2 وتعيشوا مشتتين. انا كان كل همي ان اربيكم كويس قوي واطمن عليكم، واهو الحمد لله اديني جوزت البنت الصغيره وانتوا بقيتوا رجاله، كل واحد فيكم عرف مستقبله فين. اظن بقى ان الاوان اشوف لي انا كمان يومين، ولا ده مش حقي؟ طب وماما المسكينه دي ذنبها ايه؟ امك في عينيا الاتنين، فاهم يعني ايه؟ امك في عينيا الاتنين، واللي انا بعمله ده مش غلط، لا ده حقي بالشرع والقانون. بس انت كده بتهد العيله يا حاج. انا لا بهد ولا ببني، بلاش كلام كبير قوي يا حظابط. عيلة ليل هتفضل زي ما هي، انتوا هتفضلوا ولادي، امكم هتفضل مراتي وهتفضل على ذمتي لاخر يوم في عمري. ايوه بس بصراحه يا حاج انت فاجئتنا واحنا مش عارفين نقول لك ايه. انا ما باخدش رايكم، فاهمين؟ انا ما باخدش رايكم، انا بس بديكم فكره، وطبعا الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينكم. امكم ما تاخدش بيه خبر. شرعا لازم تقول لها وحقها توافق او ترفض. بالراحه عليا يا اخوي، هقول لها بس في الوقت المناسب. لازم طبعا الاول امهد لها عشان قلبها الضعيف اللي انتوا عارفينه ده. بتقول ايه؟ عمي عبد الستار هيتجوز؟ شفتي المصيبه؟ وازاي يفكر في حاجه زي دي بعد العمر ده كله؟ مش عارف يا هدى، مش عارف. انا كل همي ماما. فعلا دي متعلقه بيه قوي، ده هو كل حاجه في حياتها. هو قال انه هيقول لها في الوقت المناسب، واكد علينا ما نجيبلهاش سيره. اوعي تقولي لها هدى. معقوله انا برضه هقول لها حاجه زي دي؟ مش عشانها هي، لو سمعت حاجه زي دي ممكن تروح فيها. ما تقولش بس كده، بعد الشر عليها. يا رب يا هدى تبقى سحابه وتعدي وبابا يرجع عن اللي في دماغه. يا سيعة، مالك يا ابني مهموم كده ليه؟ معلش يا طارق، اصل انا مودي وحش شويه اليومين دول. طيب ايدك على 50 جنيه. بتوع ايه دول؟ بكره عيد ميلاد صفيه والمفروض ان احنا نحتفل بيه. تحتفلوا ولا تتنيلوا؟ انا مال انا. يا ابني انت المفروض تدفع الضعف. ليه يعني؟ اولا لانك ابن الحاج عبد الستار ليل على سن ورمح. ثانيا انت لسه قابض مكافاه زي الفل، واحنا بقالنا 3 شهور ما خدناش جنيه فوق مرتبنا. ثالثا ده عيد ميلاد صفيه، وبعدين هو عيد ميلاد صفيه هيبقى عيد ميلاد من غيرك يا عريس. وبقى انا مش فايق لتهريجك دلوقتي يا طارق. في ايه يا سعد؟ اصل انا سمعت خبر كده عكنني شويه. خبر ايه ده؟ وانت مالك يا بارد يا تلم؟
انزل من على وداني بقى وسيبني اشوف شغلي. عموما انت عشان صاحبي انا جيت اقول لك. وبعدين شكلك هيبقى وحش قوي لما كل الزملاء يحتفلوا بعيد ميلاد صفيه. وبعدين انت عارف صفيه ما يهمهاش في كل دول الا انت. انا عارف هجيبها فيك ايه. انت هتلبخ ولا ايه يا طاطا؟ لا ابدا، بس بقول البت عينها منك وانا عمال اتنطط قدام عينيها رايح جاي وهي عامله نفسها مش شايفاني. طب اهدى كده وبلاش تنطيط، اركز شويه وريحني من لكك ده. امسك 50 جنيه ايه؟ بقول لك ايه، انت اقتنعت ولا خايف ابوها يزعل منك ويرفدك؟ لا اقتنعت طبعا، لان انا وصفيه زملاء من ايام المدرسه، وتهيألي يعني شكلي هيبقى وحش قوي قدامها. بالنسبه يا حاج للموضوع اللي كلمتنا فيه النهارده الصبح، ماله؟ يعني حضرتك فكرت في الموضوع ده كويس؟ شوف يا مختار يا ابني، انا ما قلتلكوش الا بعد ما هريت نفسي تفكير، وطالما يعني ان انا مش هعمل حاجه حرام يبقى ما حدش له حاجه عندي. اذا كان كده ماشي، انا ما عنديش مانع. بس ايه هتبسبس ليه؟ يعني جوازه زي دي يا حاج ممكن يكون لها توابع. توابع ايه؟ هي زلزال. زلزال يا حاج، انا قصدي يعني ان العروسه بعد فتره ممكن تحبل وتجيب لك عيل. يا ريت تحبل وتجيب العيل، وماله ما يجي العيل هيبقى اخوكم وهيبقى له نصيب في كل حاجه زيكم بالظبط. طبعا ده لحمنا. الله، انا بس يعني بفكرك ان الواحد مش ضامن يعيش قد اللي عايشه. انت هتفول عليا يا مختار ولا ايه؟ يا نهار اسود، استغفر الله العظيم يا رب. ربنا يديك الصحه وطولة العمر بعد الشر عليك يا بابا. انا مش فاهم عاوز توصل لايه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا ما عنديش مانع تتجوز وتعيش حياتك على الاخر براحتك، انما يعني حرام تجيب عيل وانت في السن ده. انا قلبي عليه مش اكتر. شوف يا مختار، حتى لو ربنا اراد وسبته، انا هسيبه مين يعني؟ ما انا هسيبه لاخواته رجاله كبار هياخدوا بالهم منه، مش هيسيبوه. ولا انت ايه رايك؟ طبعا طبعا، ده اخونا واللي حضرتك شايفه واعمله. انا بس بقول رايي. خد لك بقى بالموضوع ده وخلينا في الشغل. قبل ما فضني بس، ممكن اعرف مين العروسه؟ والحقيقه انا لسه ما اخترتش، بس قدامي كام واحده كده، لما افضل هلاقي واحده منهم. طب ما تقول لي عليهم ونختار سوا. يا اخويا روح اختار لنفسك انت يا سي مختار بدل ما تختار لنا. كله باوانه يا حجوج، واول ما اطمن عليك في بيت عدلك واشوفك كده مرتاح ومتهني اشوف نفسي انا بقى. في ايه؟ هو انت اللي ابويا ولا انا اللي ابوك؟ هو مين فينا اللي خلف التاني؟ ما بقتش فارقه يا حجوجه، وربنا يخلي لنا الحبايه الزرقاء. اللهم امين اللهم امين. شكرا. الف 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 سلامه عليك يا ست الهانم. ده الحاج عبد الستار يا ماما اللي كنت كلمتك عنه. اهلا يا حاج. انا مش عارفه اتشكر لك ازاي على كل اللي عملته عشاني. ما تقوليش كده يا ست الكل، ده اقل واجب. طب دي غلاوتك انت والست نعمت عندي ملهاش تمن. تسلم يا اصيل. طيب استاذنك انا بقى، هنستنى بره عشان ترتاحي. لا ازاي؟ انا لازم اطلب لك شاي دلوقتي حالا. طيب وماله، نشرب الشاي بس بره عشان نسيبها ترتاح. عن اذنك يا حاج. اتفضل يا حاج. اتفضلي. اتفضل. انا الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي، انا تعبتك معايا قوي يا حاج. ما تقوليش كده، تعبك راحه يا ست الكل. الكافيتيريا هناك، تعالى نروح نشرب كوبايتين شاي. ايوه بس انا يعني احبس بشاي وانا على لحم بطني؟ انا بصراحه ربنا جعان. بقول لك انت مش جعانه؟ لا ماليش نفس. انا بقى ليا نفس، وهعرف ازاي افتح لك نفسك. انت لذيذ قوي يا حاج. وانا عارف. المهم قلت ايه؟ في ايه؟ هتيجي تتعشي معايا ولا هتعتبريني غريب وترفضي المره دي كمان؟ انت اللي عملته معايا يا حاج يخليك اكتر من الاهل. يبقى هتيجي. ايه؟ عمال تتجوز في نسوان وتظرف في عيال وتشغل بناتك في البيوت وتعيش على قفاهم. انت ايه؟ قلنا يمكن صحتك على قدك، عواطلي وغيته القعده. انما بقى
تجوز بنتك لسايح عربي اكبر منها ب 40 سنه؟ ده اللي مش ممكن ابدا. طبعا هنيه هي اللي قالت لي. ايوه هنيه هي اللي قالت لي، وكان لازم اوقفك عند حدك. شوف يا ست كوثر، احنا خدامينكوا والحاج مقامه على راسي من فوق، لكن دي امور عائليه واني ما احبش حد غريب يتدخل فيه. ايه؟ انا حد غريب يا راجل يا واطي يا ناقص انت؟ طب ده انا اللي مجوزاك هنيه، انا اللي غلطت وبالتها بيك، لكن بقى لازم احميها منك وتقف عند حدك. ايه فله دي بنتي واني حر فيه. لا يا اخويا ما انتش حر فيها، ويكون في علمك لو الجوازه دي تمت اقسم بالله لا هبلغ عنك البوليس وهوديك في حديد. هي حصلت لحد كده؟ يلا يا هنيه لم حاجتك وهات البيت، انت ما بقالكش عايش في البيت دي. ولا اقف عوج واتكلم عدل. كلام الحاج هيمشي ورجلك فوق رقبتك. هنيه وبنتها هيقعدوا هنا وانت اللي هتمشي، ولو عايز مراتك يا حلو يبقى روح بلغ البوليس، وانت عارف بقى لما تبلغ البوليس انا ممكن اعمل ايه. وعلى ايه؟ الطيب احسن. عموما انا خارج وانتي ورقتك هتوصلك عن قريب ان شاء الله بالاذن. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس انت بتصوتي على ايه؟ جاتك القرف عليك وعليك. عاجبك فيه ايه ده؟ تعالي يا فل، تعالي يا حبيبتي. تعالي يا بنت، حب على ايه ستك؟ استغفر الله يا حبيبتي استغفر الله. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه دي فله؟ شفت يا مختار كبرت ازاي؟ ده حاجه فل قوي. خلاص من هنا ورايح هتبقى واحده مننا وهتعيش معانا على طول. اذا كان كده ماشي. خلاص يا هنيه حط لها سرير معاكي في الاوضه بتاعتك. متشكره قوي يا ست كوثر، جميلك ده على راسي من فوق. لا جميل ولا حاجه يا حبيبتي، انت زي بنت بالظبط، وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بالظلم ابدا 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 ما يرضاش ابدا. طيب انا همشي انا بقى يا حاجه، عايزه حاجه؟ تسلم لي يا حبيبي. روح يا مختار يا ابن بطني، الهي ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تريح قلبك. قادر يا كريم يا رب. اوبا مين اللي هياكل كل ده؟ انتي بالهنا والشفا. بس ده كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليك يا ابدا. يلا يلا بسم الله. وده تمنه كام بقى ده؟ انت مالك ومال التهمه؟ ما تقلقيش انا اللي هدفع، واطمني مش ههرب واسيبك تغسلي الصحون عندهم. ايوه انت هتدفع دلوقتي وانا اكيد هدفع بعدين. ما هو مش معقول تكون بتعمل كل ده معايا لوجه الله، اكيد في حاجه تانية. لا تانية ولا تالتة، كل الحكايه ان انا اتعاطفت معاكي ومع ظروفك. الله، هي الناس مش لبعضيها ولا ايه؟ بس كده؟ لا بصراحه كمان انا معجب بيكي. ارتحتي؟ طب واخرة الاعجاب ايه؟ بص يا حاج، انا ست متطلقه لكن انا مش بتاعت لف ودوران. انا كمان راجل بتاع ربنا وماليش في الحرام. يعني ايه؟ تجوزيني؟ انا اتجوزك انت؟ على سنة الله ورسوله بمأذون وشهود. بس انا بقى ليا شرطين. انا راجل متجوز وعندي رجاله كبار، وماما الحاجه ست مريضه بالقلب، خبر زينا ممكن يقضي عليها. عشان كده جوازنا لازم يبقى في السر. طب والتاني؟ مفيش خلفة عيال. انا راجل في اواخر العمر، وعلى رأي المثل ولاد الشيبه يتامى. واطمني حقك هتاخديه تالت ومتلت، وكمان هأمن لك مستقبلك. ازاي يعني يا حاج؟ هدفع لك مهر $500,000 جنيه، ونص مليون تانية هجيب لك بيهم الشقة. ده غير الشقة بقى، هجهزها لك وارتبها من مجاميعه واكتبها لك باسمك كمان. انا مش عارفه، انا حاسه اني متلخبطه، مش عارفه افكر. خلاص لما تفوقي بقى من اللخبطه فكري براحتك واحسبيها كويس وبلغيني بقرارك. علشان يتم المراد ويرضى عليك رب العباد وسيد الاسياد، ويرزقك بحمل طفل يتولد بصحته يوم الميلاد. فيه شويه طلبات. هطلب اللي انت عايزه. مش انا اللي بطلب، ده هم، ولازم طلباتهم تتنفذ بالحرف الواحد. انا فاهم، هو انا عبيطه؟ لازم يتم الوصال بينك وبين جوزك فجر الخميس اللي جاي قبل طلوع الشمس،
مفهوم يا سيدنا الشيخ. وقبل ما يتم الوصال ب 13 ساعة ونص تجيبي ضفدع وتذبحيه وتدهني بدمه مرتبة السرير. ضفدع؟ أيوة ضفدع، وترشي حنظل على عتبة بابك علشان تمنع رجوع العمل ليكي مرة تانية. وبعدين؟ مش فاضل غير الزار. شفت يا حجوج سعر الدولار غير ازاي؟ ده هيغلى اكتر كمان، طالع ومحدش لاقيه. ده بيقول لك في السوق السوداء بيتباع بضعف ثمنه. اهو كده بقى يا عم مختار، الكيماويات اللي احنا بنستوردها دي هتقف علينا بالخساره. هو انت مش وردت تمن العمليه قبل الشحن؟ حصل. خلاص يبقى احنا كده في السليم. سلام. العمليات اللي جايه هنعمل فيها ايه يا خفيف؟ انا عندي فكره ممكن نكسب منها تمام التمام. فكرة ايه دي؟ سعر الدولار في البلاد اللي حوالينا معليش قوي، انما عندنا عالي على الاخر. يا عم الناصح، ما هو المهم عندنا، واحنا عايشين في حته تانية. ما انتش فاهمني يا حجوج. واحده واحده. احنا دلوقتي ممكن نبعت حد من العيال تبعنا لاي بلد من البلاد اللي حوالينا اللي سعر الدولار لسه فيها حنين، ونخليه يسحب لنا من حسابنا بالدولار بس من الحساب المصري، ويجيب الدولارات دي على هنا ونبيعها في السوق السوداء بضعف الثمن ونستفيد من فرق السعر، وبكده بدل ما نخسر وقت الازمه نكسب ونستفيد. برافو عليك يا مخ، فكره هايله. طالع لابويا يا حجوجه. تحب تلعب بكام؟ نقول نجرب في الاول كده بخمسينية، 50,000 يعني. بس نسبتي محفوظه 20%. هم 10% كفايه عليك قوي. يا حاج مش لسه في مصاريف وسفر واقامه الراجل بتاعنا هناك. يا تبطل حدائق. هو انت يعني بتدفع الحاجات دي من نسبتك؟ ما انت بتحملهم عليا انا يا اخي. اذا كان كده ماشي، ايدك على الشيك. وبعدين بقى واحد الله واحد الله، يلا امال شد حيلك. ماله ده؟ اصل يا باشا اهله جم في الزياره قالوا له ابنك اتوفى. ارجوك يا باشا خلوني اخرج اخد عزاه، كفايه ان اتحرمت منه وهو عايش، كمان ما ودعوش وهو ميت. ما تقلقش، هخليك تاخد عزاه حتى لو طلبت لك اذن من الوزير شخصيا. ربنا يخليك ويعمر بيتك، قادر يا كريم. بقول لك ايه يا سي مختار؟ يا روح سي مختار، انت هتيجي تبات معايا الليله دي مش كده؟ الليله دي ما وعدتكيش. عندي ميعاد مهم، مش عارف اذا هعرف اجي ولا لا، بس اكيد هجيلك ليله الخميس. لا انا عايزاك فجر الخميس. نعم. قصدي يعني انا محتاجه لك قوي الليله. يا بت يا بت، ده النهارده الاربع والخميس ده بكره، يعني ممكن نستنى. ما حبكتش الليله. الليله يعني الليله. جرى يا سماح، مال شكلك متغير كده ليه؟ بصراحه بقى يا سي مختار انا قلبي مقبوض وحاسه بخوف، ولو ما جيتش الليله دي انا مش هعرف انام. يرضيك يعني ان انا ما اعرفش انام؟ ما يرضينيش طبعا. يعني هتيجي تبات معايا الليله دي؟ هاجي طبعا هاجي، بس هتأخر شوية صغيرين قد كده. وماله، المهم انك تيجي قبل الفجر. ايه حكاية الفجر دي؟ اصل الدنيا بتبقى عتمة وبخاف انام لوحدي لغاية ما الفجر يطلع. إذا كان كده ماشي. تسلم ايدك يا سموحة. تسلم، بالهنا والشفا يا اخويا. الله يهنيكي. همشي انا بقى دلوقتي عشان الحق اروح مشاويري، وعندي ميعادين بالليل وبعدين ميعاد تاني، واحاول اجيلك بعد ما اخلص. ربنا يخليك يا اخويا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. عايزة حاجة يا حبيبتي؟ سلامتك، الف سلامة. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله.
السلامة يا اخويا. ربنا يستر طريقك ويكفيك شر ولاد الحرام يا رب، قادر يا كريم. يا رب. بقول لك ايه يا حاج؟ اموريني يا ست الستات. في واحدة من معارفنا جوزها تعيش انت، قابل ربي كريم، وعندها 6 عيال، والمشوار قدامها لسه طويل قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بقول يعني يا حاج، لو كنا يعني نبعت لها كل شهر مبلغ ونعتبره صدقة جارية، أو يحميها ويحمي ولادها من بهدلة الأيام. وماله يا حاج، الخير كتير والحمد لله، وهو كله بثوابه. احسبي كفيها كام وانا رقبت صدقني. إلهي ربنا يكرمك، قادر يا كريم، يا راجل يا طيب يا أمير، يا اللي قلبك زي البفتة البيضة. انت اللي طيبة وفلة الفلات يا حاجة يا مقطقطة انت. ربنا يكبر بخاطرك يا رب. على فكرة أنا عندي ليكي مفاجأة حلوة. خير يا حاج؟ عمرة رمضان اللي جاي. إيه، حجزتها؟ طبعا حجزتها يا ستنا، ربنا يكتبها لنا إن شاء الله. يا رب، نبقى كده مجتمعين في الجنة إن شاء الله، قادر يا كريم. عن إذنك بقى لما أشوف هنية خلصت العشاء ولا لأ. اتفضلي. الو، ازيك يا ست الكل؟ طمنيني، ماما عامله ايه النهارده؟ يا ترى انت فين يا مختار؟ يا على الغلبان. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا اخوي. اديني اكتر، المية في ايدك سكر. من هنا يا اخويا. يا ما انت كريم يا رب. اديني المية، ده انت شكلك رايق على الاخر النهارده. على الاخر على الاخر. ايه ده؟ انت هتنام بهدوم الخروج ولا ايه؟ عشان عندي مشوار جوه الحلم. انت شكلك مضيع على الاخر. يا ما انت كريم يا رب. طب اقوم انا هجيب لك كوبايه ميه عشان تفوقك شويه. ايوه جيبي لي الميه في ايديك يا اصحى يا سي مختار، اصحى يا سي مختار عشان تشرب الميه. ايه بس؟ هو انا دبانه؟ اصحى يا اخويا، اصحى، ده الفجر قرب جدا. والنبي اوعى تشخر، اوعى تشخر والنبي، ده انت نومك تقيل من غير حاجه. يا سي مختار، اصحى يا اخويا، اصحى يا سي مختار، اصحى يا سيد الناس. وبعدين بقى، وبعدين لا ما بدهاش. ما تصحى يا سي مختار، ده الفجر ادن. هاي حسن السوداني.
اما انا بحب يوم الجمعه ده بشكل عشان كلنا بنبقى مجتمعين فيه. ربنا ما يحرمنا من اللمه الحلوه. يا رب. امال مختار فين؟ اهو مختار اهو. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا ست. صاحي على الاكل كده على طول. اعمل ايه يا حاج؟ ده انا راجع الساعه 8 الصبح. وانت ايه اللي مرجعك 8 الصبح يعني؟ مفيش طلبيه كده كنت بخلصها وبسلمها. طلبيه برضه؟ طب والتجار اللي انت كنت معاهم دول مش يناموا بدري عشان يصحوا الصبح يروحوا اشغالهم؟ يا ابني دي ليله جمعه والناس صبح اجازه بقى. الله، وليله الجمعه دي ملهاش حدود، المفروض انك انت تنام بدري وتصحى بدري عشان تصلي الجمعه. والله يا حاج نعوضها بقى الجمعه الجايه ان شاء الله. مالك يا حبيبي؟ ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه يعني يا ماما؟ كفايه انتوا بتتكلموا. طول عمرك كده سهون، تفضل ساكت انما تراقب اللي حواليك، عشان كده طلعت ظابط. الله، يا سلام، للدرجة دي نكتتي بايخة ما ضحكتكش؟ لا ابدا يا بابا، بس حضرتك ما قلتش نكته اساسا. خد يا حاج ورق عنب، ايه يجنن، انا عامله لك بايديا. شبعت، ورايا ميعاد عاوز الحقه. طب وانا كمان بقى لازم اقوم عشان الحق بتوع السيراميك واتفرج على البضاعه براحتي. يلا سلام. ايه اصله ده؟ دي طريقه اتكلم بيها ابوك؟ ما تتدخلش انت يا مختار لو سمحت. بصراحه بقى مختار عنده حق، انت كنت قليل الذوق قوي مع ابوك، وبعدين انا ربيتك على كده يا اشرف. انا اسف يا ماما، بس لو سمحتي سيبيني دلوقتي، انا فيا اللي مكفيني. ما كلنا فينا اللي مكفينا، ما بنعملش كده. خلاص محدش غيرك عنده هموم؟ ما قلت لك ما تتدخلش انت يا مختار، ولا مش ناوي تجيبها لبره؟ لا يا راجل، ما تقوم تضربنا احسن، ولا تخلي جوز عساكر من عندك يجوا يحبسوني. وبعدين معاكوا يا اولاد، ازاي تتخانقوا وانا قاعده في وسطيكوا؟ انا قايم اكمل نوم، القعده هنا تخنق. مالك يا اشرف؟ فيك ايه؟ مش عوايدك العصبيه دي يا ابني؟ معلش يا طنط، اصل عندنا خبر مش حلو. خير يا بنتي؟ عمر. ماله عمر؟ من يومين وديناه للدكتور وكشف عليه ولقى عنده تضخم في القلب. تضخم في القلب؟ يا حبيبي يا ابني، ده جاله منين ده؟ الحساسيه اللي على صدره يا ماما عملت له مضاعفات واثرت على قلبه. يومين يا اشرف؟ يومين وما تقوليش يا ابني، وانت شايل جبل على كتافك، شايل الحمل ده كله لوحدك؟ هقول لك ايه بس يا امي، ما كنتش عايز اضايقك. حبيبي يا عمر، حبيبي يا ابني، ان شاء الله يا حبيبي هيخف وهيبقى زي الفل. انت بس خلي عندك شويه ايمان بالله. متعوس ولو علقوا على بابه فانوس. اهدي بس، اهدي يا ستي، مش كده. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بس؟ ده انا كل ما بفتكر منظر الشمس وهي طالعه هو نايم على السرير جنبي بيشخر بتقهر. ملحوقه يا ستي، انا هروح للشيخ انوخ وهقول له على كل حاجه وهو ان شاء الله هيحلها لنا. يسمع من بقك ربنا، ونادرن عليا لو حلها لاذبح جدي وافرقه على الغلابه. جدي واحد؟ طب قولي جديين يا ستي. عجل بحاله. عجل؟ بتقولي عجل يا ستي؟ يعني مالك يا بنتي، انت اتهبلتي ولا ايه؟ والنبي لا انا رايحه للشيخ انوخ وجايه لك بالبشاره يا اختي. يا ميلة بختك يا سماح. الحمد لله على السلامة يا حاجة، وربنا يطمنا عليكي دايما. تسلم يا حاج يا ابو الذوق. هو مش هتطلع علشان تشرب معانا اي حاجه يعني؟ لا معلش، الوقت متأخر، وقت تاني، وكمان عشان الحاجة تستريح. لا لسه بدري، والنبي تطلع، ده انا عندي بن محوج يستاهل بقك. اطلع بقى يا حاج. ماشي يا حاج. اهلا وسهلا. عشان خاطرك انت بس انا هطلع. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك. الحاره نورت. منوره باصحابها. اتفضل يا حاج، خطوه عزيزه. يعز مقدارك. وايه الحكايه يا جدعان؟ تاني الراجل ده وايه حكايته؟ عمال يتنطط لهم كده زي حرامي الفراخ. ده انا اخطف عمره قبل ما يفكر يخطفها مني. اهدى بس يا خيشت. اوعى يا اهدى بس. امسك خد القرص ده. قرص ايه؟ غور من وشي يا جحش. هيخليك علي العال. اتفضلي يا ماما. على سلامتك. تسلمي يا بنتي، تسلمي من كل راجل. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. زيد فضلك. اهلا وسهلا. أهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اوعى. مين الراجل ده؟ انت بقى
مالك؟ بقول لك مين الراجل ده يا بنت؟ واحد قريبنا، وبعدين انت ايه اللي دخلك في حياتنا؟ انا قلت لك 100 مرة قبل كده ما تتدخلش في حياتي. لا ما انا بحبك، ليه مش عايزه تفهميني؟ يا اخي وانت ليه مش عايز تفهمني؟ مش عايزاك. امشي اطلع طيب خلاص، بس اعملي حسابك في بينا وبين بعض كلام تاني. امشي اطلع بره. نور يا حاج. انت مضلم. مين ده؟ واحد جارنا وبيحبني وعايز يتجوزني بالعافية. معقولة لسه في كده؟ واكتر من كده يا حاج، ما احنا ولاية في زمن صعب، لا لينا ظهر ولا راجل يحمينا. اطمني يا ست ام نعمت، من هنا ورايح انا راجلكم، لان انا بطلب منك دلوقتي اهو ايد بنتك نعمت على سنة الله ورسوله. قلت ايه؟ عليا الحرام من ديني لا اقطع خبره. ما كفايه انت بقى لحد هنا. اوصلك لحد العربيه. ما العربيه قدامي ايه وانا هتوب، انا عارف سكتي. انا مش عاوز اتعبك يا عروسه. خلاص يا عريس. صباح على خير. وانت من اهل الخير. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. ماشي. ايه اللي انت عملته ده؟ ده عينه يا حاج من اللي هتشوفه لو ما بعدتش عن سكه نعمه. فاهم ولا مش فاهم؟ لا يا اخويا مش فاهم. يا خراسي اسكت انت، اطلعي فوق مالكيش دعوه. انا خايفه عليك. انا اعرف احمي نفسي كويس قوي، وانا فاهمه ان انا ضعيف. انت هتعمل ايه يا حاج؟ هفرتك نافوخك ياض. ليه يا حاج؟ طيب احسن يعني احنا اولاد بلد زي بعض، اعتبرني عيل وغلط. مش كل الناس يا اخويا اللي اتغلط معاهم ياض، في ناس الغلطه معاهم بعمرك. فاهم؟ فاهم يا حاج، حقك عليا، حقك عليا. اسمك ايه ياض؟ محسوبك ثابت الخشن. خشن؟ مش باين عليك اي خشونه يعني، ده انت شكلك انعم من الحريم ياض. ولا من هنا ورايح اوعى تعرض لي انا ولا نعمت. فاهم ولا مش فاهم؟ غور من وشي، غور ياض، غور. انت ماشي ايه؟ صباح الخير يا حلو. وانت من اهله يا حاج. وبكده تكون المعادلة اكتملت. يا ميس نعم. ممكن تعيدي لي الشرح تاني؟ اصل انا ما فهمتش. ما فهمتيش؟ اشمعنى انت بقى اللي ما فهمتيش؟ ما كل زمايلك فهموا، ولا كنتي قاعده بتلعبي ومش مركزه معايا؟ لو كنت بلعب ما كنتش طلبت من حضرتك تعيدي الشرح تاني. انت هتقعدي تتناقشي معايا؟ اطلعي بره. حضرتك فهمتيني غلط. بقول لك اطلعي بره. داليا تعالي. معلش حبيبتي ما تزعليش مني، انا اعصابي مشدوده اليومين دول. مش قصدي حاجه والله. انا عارفه ان مش قصدك حاجه، حقك عليا. اتفضلي. سوابق. انا مش قلت لسعادتك يا سياده اللواء؟ يا باشا الواد ده اتهجم عليا من يومين، وقول لهم انا ضربت الطلقه في الهوا كده من مسدسي، يا عالم كان ايه اللي ممكن يحصل. خلاص يا باشا، حاجه لسعادتك نعمل محضر، وجايز يكون مطلوب على ذمه قضيه تانيه. ربنا يخليك لينا يا باشا، ما يحرمناش منك ابدا. وعلى فكره يا باشا، انا مش بعمل كده علشاني، لا لا لا، انا علشان الناس في مصر تبقى عايشه في امان وما يتعرضوش لشر الخيشن وامثاله من المجرمين والبلطجيه. ماشي يا باشا، ماشي. ساعه بالكتير وهكون عند سعادتك. 1000 مليون سلامه. صباح الفل يا حجوج. صباح الخير يا مخ. صباح الجمال والاموال. ايه الفلوس دي؟ دول 80,000 جنيه مكسبك من صفقة الدولارات بعد خصم نسبتي ل 10%. برافو عليك يا مخ. طب خليهم بقى كده في شنطتهم معاك، بكره الصبح تحطهم في حسابي في البنك. إذا كان كده ماشي.
فكره يا رشا، ماما عامله لك الاكل ده بايديها، مش كده يا ماما؟ طبعا يا حبيبي. وانا هيجيلي اغلى منها؟ ميرسي يا طنط. بمناسبة الأكل بقى، إيه أكتر حاجة بتحبيها وتعرفي تطبخيها وشاطرة فيها؟ لا انا ما بحبش المطبخ وما بعرفش اطبخ خالص. ولا يهمك، انا هبقى اعلمك. اصل انا بعرف اعمل شويه اكل، انما ايه هيعجبك قوي. لما بتكوني فاضية وقاعدة في البيت ما بتساعديش ماما في المطبخ؟ ماما عارفه اني ماليش في الحاجات دي. امال ليكي في ايه يا حلوه؟ ليا في الفرجه على التلفزيون، اسمع مزيكا، اخرج مع اصحابي. يعني مش عايزه في يوم من الايام تبقي ام؟ لا اكيد عايزها. طيب يبقى لازم تجهزي، ولا هترمي نفسك في البحر من غير ما تعرفي تعومي يا حلوه. هو حضرتك مكبره الموضوع شويه؟ هو فعلا كبير، كبير قوي. عادي يعني، في امهات كتير ما بيعرفوش يطبخوا. امال بياكلوا بقى اولادهم وازواجهم ايه؟ بيطلبوا لهم اكل جاهز من بره. وانهي بيت بقى يتحمل ميزانيه زي دي؟ ده غير كده وكده بقى الاكل غير صحي. ساعتها هبقى اتعلم اطبخ. هو يا بنتي الامتحان بيذاكروا قبله ولا بيذاكروا فيه؟ يا طنط، انا ليا اهتمامات تانية اهم من الحاجات التافهه دي. زي ايه؟ هو امتحان ولا تحقيق؟ الموضوع خد اكتر من حقه، مع انه ما يستاهلش. قصدك ايه؟ قصدي انا قلته وكفايه لحد كده. اهدي بس يا امي، مش كده. اهدى ده ايه؟ الحكايه انها مش ما بتعرفش تطبخ، الحكايه انها مش متربيه وما عندهاش ادب. يا امي يا امي. انا اتهنت في بيتك يا سعد. يا رشا يا رشا اهدي، مش كده. رشا يا ماما، رشا. ايه اللي خلانا قعدهم مع بعض دول؟ زي ما انت عارف يا اشرف باشا، انا مش قاعد عندكم هنا كتير. يعني يا دوبك على المحامي ما يستشكل في الحكم ونسوي القضيه مع البنوك وارد لهم القروض بتاعتهم. اشرب قهوتك يا سامي بيه، انت منورنا. وعشان كده انا عشمان في طلب عند سعادتك. امورنا. بقول يعني لو كان ممكن اركب جهاز تكييف في الزنزانه بتاعتي، اصل الدنيا هنا حر قوي. وماله؟ طالما هتجيبه على حسابك وهتسيبه لنا لما تخرج بالسلامه ان شاء الله. ده اقل تذكره اسيبه هنا في السجن، وسعادتك طبعا تبقى تقدر تاخده وتحطه في اوضتك. كمان لو ممكن يعني تلاجة صغيره كده، اصلي ما بعرفش اشرب غير الميه الساقعه. هو ممنوع يا سامي بيه، بس عشان خاطرك بس انا هستثنيك. حس كده بقى، انا ليا بعد اذنك يعني طلب اخير. خير؟ المدام بتاعتي. ايه؟ عايزنا نجيبها لك يا كمان الزنزانه ولا ايه؟ لا طبعا يا اشرف باشا، سعادتك فهمتني غلط. انا اقصد بس يعني لو ممكن موبايل ابقى اكلمها واطمن عليها، اصلها تعبت قوي من ساعه ما جيت هنا وصحتها في النازل. لا لحد هنا وكفايه قوي، بس دي مسؤوليه عليا، وبيتهيألي حضرتك ما ترضاليش الاذيه ولا ايه؟ لا طبعا ما ارضلكش. منورنا يا سامي بيه، اشرب قهوتك. انت الخشن؟ خير يا باشا. كنت شوف فتشوني ليه يا باشا؟ انا ما عملتش حاجه. مش حاجه؟ امال ايه ده؟ ده عدم المؤاخذه يا باشا، برشام مسكن. اصل انا ضهري بيوجعني قوي بالليل وانا نايم. مسكن ولا مخدر؟ حط الله يا باشا بيني وبين المخدرات. خدوه على البوكس يا باشا ياخدوني على البوكس ليه؟ انا ما عملتش حاجه. بالراحه يلا لسانك تقيل ده لوحده تقف. بالراحه يا جدع. اطلع يا باشا انا ما عملتش حاجه يا اخوانا، مش كده بقى. احسن، يستاهل. يا حاج، ده كان مزهقني في عيشتي. اشكريني بقى. اشكرك وماله يا حاج، بس على ايه؟ ما انا اللي خليتهم خدوه. انت اللي قلت لهم؟ طبعا، امال ايه؟ ما كنت عاوزاني اسيبه يترازل عليكي في الرايحه والجايه. ده كان اقل واجب لازم اعمله معاه. لحقت تغير عليا يا حاج؟ طبعا يا ست الكل، مش هتبقي مراتي وكرامتك من كرامتي. ربنا يخليك ليا يا حاج، ولا يحرمنيش منك ابدا. بقول لك ايه، تيجي نكتب الكتاب بكره؟ خراشي، انا لسه ما جهزتش. وبعدين يعني انت لسه ما جبتش الشقه اللي كنت قلت لي عليها.
ولا تحب نتجوز مع عمي؟ فاشر، بعد ما نشرب الشاي ونحاسب هاخدك افرجك على الشقه. انت جبتها؟ وجهزتها وفرشتها كمان. بتتكلم بجد يا حاج؟ انت قصدك استعجلتي، انا كنت عاوز اعملها لك مفاجاه. اتفضلي، عقدها اهو وباسمك كمان. بحبك يا حاج، بموت فيك يا حاج. لازم نروح شقتنا. ما هو لازم نفسخ الخطوبه دي. اهدي بس يا حاجه، مش كده امال. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بس وابني بيضيع قدام عينيا؟ بعد الشر على الواد، ابنك راجل وما تخافيش عليه. انت ليه مصر ان الخطوبه دي تستمر مع ان الناس دول مستواهم غيرنا خالص؟ وبعدها لك يا حاجه، الله كلنا ولاد 9. انا ما بتكلمش عن الفقر ولا حاجه يا اخويا، انا بتكلم على الناس دول لتربيتهم لبنتهم. البنت لسه صغيره. صغيره دي قرشانه. انت بتغيري على ابنك منها ولا ايه؟ اغير ده ايه؟ هغير من بنت مفعوصه زي دي؟ ادي انت قلتي يا حاجه مفعوصه، يعني لسه صغيره. دي بنت مطيوره يا حاج، عمرها ما هتعقل ولا هتكبر كمان. واحنا مالنا؟ هو احنا اللي هنتجوزها؟ المهم يكون ابنك بيحبها. يا خوفي يا خوفي تروح السكره وتيجي الفقره. قصدك يعني يكون ابنك ما بيحبهاش حب حقيقي؟ الحب الحقيقي بيبتدي من درجه الصفر ومع العشرة بيوصل لدرجة الغليان. ابنك بقى ابتدى بالعكس خالص، وصل من درجة الغليان وإن شاء الله مع العشرة هيوصل لدرجة الصفر. تكونيش يا حاجة عاوزة تجوزيه زي ما احنا اتجوزنا؟ يا ريت يا أخويا، على الأقل هيحكم صح بدل الحب ده اللي مغمى عينيه. يا حاجة ده زمن غير الزمن، هم جيل واحنا جيل تاني خالص. والله العظيم 3 ما حد هيبوظ الواد ده غيرك انت. طب تعالي بس، طول عمرك عصبيه ودماغك ناشفه. السلام عليكم. يا ماما في ايه؟ تعالى. انت مزعل امك ليه؟ والله العظيم ما زعلتها يا حاج، هي اللي حاطه رشا في دماغها مش عارف ليه. سيبك بقى من الكلام ده كله. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ دول 120,000 جنيه مكسب بيع الاسهم. يا عيني عليك، ده انت واد دماغ بصحيح. ما تيجي تشتغل معانا تمسك لنا حسابات الشغل. بعدين يا حاج لما اشتغل الاول عند الغريب واتعلم واتمرمط، ولا انت عايزني اجي اتعلم فيك ولا ايه؟ والله يا اخويا اذا كان العالم بيكسب كده اهلا بيك. لا ما انا كده كده هجيلك، لان ده ملكي ولازم احافظ عليه، بس ساعتها بقى اكون اتودكت في الشغلانه وبقيت المعلم مش ابن المعلم. جدع ياض. والدول ايه دول يا حاج؟ دفعه من تحت حساب توضيب الشقه. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا يا حاج. انت بالذات دونا عن الكل ليك معزه خاصه وما اقدرش ارفض لك اي طلب. عارف ليه؟ ليه بقى يا حاج؟ لان وشك حلو. اول ما هليت على الدنيا زهزهت معايا. امال انا سميتك سعد ليه؟ طب بقول لك ايه بقى يا حاج؟ في ايه؟ هو انت فعلا ناوي تعمل اللي انت قلته لنا ده في المدبغه؟ ليه؟ اصل انا بصراحه يعني شايف ان امي دي ست عظيمه جدا. ما هو اصل انت لسه صغير مش هتقدر تفهمني دلوقتي، انما انت كل اللي يهمك ان انا وامك نفضل مع بعض والبيت ده ما يتخربش، صح ولا انا غلطان؟ لا صح طبعا. خلاص اديني بطمنك اهو، كل حاجه هتفضل زي ما هي، مفيش حاجه هتغير خالص. اتفقنا؟ اتفقنا يا حاج. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. مبروك يا عروسه. مبروك يا ابو نعمه. عقبالك يا ولد. الله يبارك فيك. يلا بصور، تعالى مصورات صورنا. الله يبارك فيك. صور. يلا ناخد صوره مع بعض بقى. 5 كده وراجع لك على طول. استناني بره هنا على السلم تحت. شاكرين. حالا هجيب لكم الشربات. معاكي المذكور؟ معايا. ما انا كنت بشتغل في الكويت قبل كده 2 سنين. انما بتسأل ليه؟ اصل حجزت تذكرتين بكره نروح نقضي لنا 3 ايام عسل. فين؟ لبنان، بلد الانس والتوهان. انت احلى راجل في الدنيا.
ربنا يخليك ليا يا رب. مش قدامي الواد لا يروح يقول له عيب يا حجوجه، لا ارى لا اسمع لا اعرف اين لبنان. ابن ابوك يا اجري وديني يا وصلني جهزت لك شنطتك يا حاج، تروح وترجع بألف سلامة يا رب. الله يسلمك يا حاجة. سفرية لا كانت على البال ولا على الخاطر. هعمل ايه؟ مضطر. اصل يا ست المورد اللي بنستورد منه الكيماويات عنده مؤتمر هناك، فاتفقنا نتقابل في لبنان. يا زي ما تقولي بنقصر السكة عليا وعليه، ما بدل ما اسافر له هولندا. تروح وترجع بألف سلامة يا رب. بس أنا مش عارفة مالي كده يا حاج، بقالي 3 أيام عيني بترف. بصراحة أنا خايفة على الواد اللي اسمه سعد ده قوي. يا حاج عينك بترف ليه بس؟ تلاقيكي ما غسلتيش وشك كويس. هترف على ايه؟ ده حتى الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير. طب ايه رأيك بقى؟ انت رايق على الآخر. عشان كده انا عايزك انت كمان تبقي رايقة على الآخر يا حاجة. ما هو بصراحة ربنا أنا مش عاوز أسافر وسايبك متضايقة. ده انا قلبي دليل يا حاج ايه ده اللي انت بتعمله؟ هتحبي تررم يا حاج احنا كبرنا بقى على الحاجات دي، خدش يا حاج. اضحكي يا حاج اضحكي. طيب وريني الضحكه. ايوه كده. ايه؟ اتجوز خلاص؟ وقلت اجي اقول لك عشان تبقى عارف وما تتفاجئش. انت ايه يا اخي؟ جبله؟ راعي كلامك يا اشرف، ده انا اخوك الكبير يا اخي. هو الكبير كبير بسنه ولا بتصرفاته وافعاله يا مختار؟ وانا عملت ايه غلط؟ ابوك كده كده كان هيتجوز وكان لازم اكون معاه، ولا عايز اسيبه لوحده زي اليتيم في وسط اهل عروسته؟ وكمان شهدت على العقد؟ طبعا. ولا هسيب حد غريب يشهد على عقد جواز ابويا وانا موجود؟ لا بتفهم في الاصول. طبعا. بس نسيت بقى يا بيه انك بتجوز ابوك لضرة امك. ما تمرش فيك تربيتها؟ بطنك ما وجعتكش بحق كل نقطه رضعتها منها؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت ليه محسسني اني قتلت قتيل؟ ده شرع ربنا يا ابني. افهم. انا مفيش في ايدي حاجه اعملها، ده ابويا مش انا اللي ابوه. ولا عايزني اغصبه؟ لا ما تغصبوش. وامك بقى هانت عليك؟ طبعا لا، ده انا كنت بتقطع علشانها، بس اعمل ايه؟ ما باليد حيله. خساره يا مختار، كنت فاكرك اجدع من كده. يوه الظاهر انا غلطت اني قلت لك. وانت كمان ما كنتش عايز تقول لي. ما انت عشت في دور الواعظ ومش عايز تفهم. افهم ايه بقى؟ انا عشت عمري بحاله معاك، ما فهمتكش قد النهارده. فهمت ايه بقى يا ابو العريف؟ فهمت انك اناني وما بتفكرش الا في نفسك، وممكن تدوس على اي حد عشان مصلحتك. وانا ايه مصلحتي في جواز ابوك؟ انه يفضل راضي عنك، حتى لو قصاد ده انك تدوس على امك. واللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد يا مختار. كلامك تقيل قوي، حسسني كاني شيطان. ده انت الشيطان يتعلم منك يا اخي. وانت بقى اللي ملاك. طب اديك عرفت عملت ايه يعني؟ رفضت وما شاركتش في اللي حصل. بس سكت، والساكت عن الحق شيطان اخرس. خفت على امك لو سمعت خبر زي ده يجرى لها حاجه. يعني سكت يعني. ما تعيشليش بقى في الدور، كلنا زي بعض يا حبيبي، ماشي؟ لا علي ده انا كنت هقول لك كلمه. لا انت مالكش امان، وبعدين شنبك بيشوك. بكره تعودي عليه ما تقلقيش. تعالي بس هقول لك كلمه. لا مش هتقول لي حاجه. الله لا لا لا. في ايه؟ تعالى يا حاج، عايزه اقول لك حاجه. نعم يروح قلبي الحاج. ما تحلق. ومين ده اللي حلق؟ شنبك. لا يمكن، تأكيد اتجننتي. ليه؟ ده حتى مكبرك، مع ان تصرفاتك بتقول انك اصغر من كده بكتير. هو فعلا كبرني قبل الاوان، خصوصا لما طلع فيه شعر ابيض. خلاص احلق. قلت لك لا يمكن. ليه يا حاج؟ ما هو انت قصدك مش فاهمه. شنب الراجل ده مش حته خط كده تحت المناخير عشان نظهر المناخير، لا. الشنب ده رمز الرجوله، وعار على الراجل انه يحلق شنبه. طب ما نصبغه. نصبغه؟ نعمل اللي بيقولوا عليه هنا في لبنان اسمه ايه؟ نو لوك. والله هي فكره حكايه النولوك دي. لا، وبيقولوا النو لوك ده بيخليك انسان تاني خالص، بيرجعك جديد نوفي. يعني ايه؟ هيدخلني بطن امي تاني؟ طب جرب وانت تعرف. نجرب، بس افرضي ما عجبنيش النولوك ده. خلاص نرجعه النو لوك تاني يعجبك. طب افرضي ما عجبنيش النولوك التاني برضه. يبقى هنرجعه زي ما كان، وامري لله. يا ساتر، هو انا شكلي وحش للدرجه دي؟ فشر، ده انت طاعم ومسمسم، بس انا اللي عايزاك تسمسم شويه كمان.
هندخل بكره كده. مالك يا حاج بتجر في رجليك ليه؟ ما يلا. انا اصلي مكسوف قوي بمنظري ده. انا شفت نفسي في المرايه اتخضيت. الشكل غريب قوي، وكل كوم والشورت ده كوم تاني. ده انا ركبي بقالها 25 سنه ما حدش شافها الا خالتك ام مختار. بس بذمتك كده يعني ما صغرتش 30 سنه؟ بصراحه انا حاسس ان انا بقيت عيل صغير. ولسه شويه لعب على المكن ده يقوم الكرش ينزل خالص وتبقى رفع كده يا حاج. حاج ايه بقى؟ حاج ايه بالشورت ده؟ مش ماشيه مع بعضها خالص. ده انا حاسس ان انا اتسخطت. طب يا اختي تعالي اما ادلعك كده. بقول لك ايه، ما تيجي نطلع الجناح بتاعنا ندلع بعض براحتنا. يلا بينا. لا نلعب الاول وبعدين نلعب. تعالى. امر الله. هنا. حاضر. عادي ما فيش اسهل من كده. انا حلق جواكي. ماشي. حنان نعمة، ايه الصدفة الحلوة ديت؟ وايه الجمال دي؟ انت اتغيرتي خالص. ايه اتغيرت دي؟ عايزه تقولي ان انا ما كنتش حلوه قبل كده ولا ايه؟ انت طول عمرك جامدة يا جامدة. طب قولي لي ايه رايك في النولو؟ ايه؟ النولو؟ حلو، روش طحن قوي عليك. مش كده والنبي؟ وحشتيني يا بنت حنان. قولي لي انت بتعملي ايه هنا؟ انا في رحلة مع نديم جوزي. انت اتجوزتي؟ وانا كمان. الحاج عبد الستار ليه؟ جوز. الف مبروك يا حبيبتي. حصل امتى ده؟ ده لسه طازه. انا هنا في شهر العسل. بقول لك ايه، ما تجيبي جوزك وتعالي نتعرف على بعض. لا مش هينفع بقى، انتوا في شهر العسل وبعدين مش عايزين ازعاج. ازعاج ايه؟ بقول لك وحشاني والنبي لا تجيبيه وتعالي. تعالي يا حاج. ما انا على البسكليته اهي. ما انا عارفه. تصدق ان انا قابلت واحده صاحبتي وجوزها؟ فين دي؟ اهو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نديم سليم مضيف جوي. عبد الستار لي الرجل الاعمال. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني يا بنت ما قلتليش ان انت متجوزه؟ ما انت لو كنت بتسالي كنت عرفتي ان انا اتجوزت. طب قولي لي انت لسه في الكويت؟ لا انا سبت الكويت من زمان. انا دلوقتي بشتغل مع نديم في شركه الطيران. وده يا بنت عرفتي توقعيه منين ده؟ لا دي كده عايزه قاعده. تعالي بقى احكي لك. يا نهار اسود، بابا اتجوز؟ انا زيك ما كنتش مصدق كده لحد ما عرفت انه كتب كتاب وخد عروسته وطلع على لبنان. وكمان بيقضي شهر عسل. طب وماما موقفها ايه دلوقتي؟ نورة، ماما ما تعرفش حاجه خالص. اوعي تغلطي وتقولي قدامها اي حاجه. احنا مش ناقصين مصايب اكتر من كده. يعني ايه؟ هنفضل مخبيين عليها لحد امتى؟ بابا هو اللي قال انه هيقول لها في الوقت المناسب. اخص عليك يا بابا، اخص عليك يا بابا بقى كده تعمل كده. يا نورة امال مش كده. ما تخلينيش اندم ان انا قلت لك. انت بتعيطي على ايه؟ مالك يا نورة؟ مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ ده انا سامعاكي من جوه. في ايه؟ لا ابدا يا ماما، اصل انا قلت لها على موضوع عمر فاتضايقت شويه. شفتي يا نورة اللي حصل لنا يا بنتي؟ يا ماما شفت. صعبان عليا الواد ده قوي يا حبة عيني. طمني يا ماما، الدكتور طمني وان شاء الله يبقى كويس. بستورد من كل حته. انا اصلا عندي بطاقه استيراديه بستورد بيها كيماويات للمدبغه بتاعتي. باين عليك بيزنس مان كبير يا حاج. تجاره شطاره في المكسب مش في الخساره. لا خساره ايه؟ ربنا ما يجيب خساره. انا بقى يا حاج عشان كده بلعب في المضمون. هو انت تاجر ولا مضيف؟ وهي الضيافه ايه؟ ما هي تجاره برضه. تاجر شنطه يعني. عليك نور. بتتاجر في ايه بقى ان شاء الله؟ في كل ما خف حمله وغلى ثمنه. فهمتك. مجوهرات بقى والمازات واللازم منه. مجوهرات يا حاج؟ وهي الحاجات دي ليها سوق عندنا برضه. امال بتتاجر في ايه بالظبط؟ في الادويه المستورده. الادويه اللي بتتباع في السوق المصري باسعار خياليه والسوق محتاج وعطشان يا حاج. قصدك المتهربه؟ دام بتفيد الناس يبقى خلاص. كل ما زادت الكميه كل ما زاد المكسب. عندك مثلا اخر صفقه انا عملتها كان الدواء بتاع انفلونزا الخنازير. الصفقه دي كلفتني 50,000 جنيه. في 4 ايام يا حاج بعتها ب 200,000 جنيه. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. مكسب 300% في ظرف 4 ايام. يا حاج مفيش وقت، احنا في عصر السرعه. بقول لك يا حاج ما تجرب وتخش معايا في صفقه من دول. هو بصراحه المكسب مغري قوي، بس برضه انا يهمني افهم التفاصيل الاول. خلاص اول ما ننزل مصر نقعد قاعده على رواقه كده، احكي لك كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. يبقى اتفقنا.
وهي فرصة الواحد يسأل في توصيل دواء للمرضى، دواء شافي بدل الأدوية عديمة المفعول اللي عندنا، وهو كله بثوابه. تعدي في حتة أنا قلبي بيتكسر 100 حتة، أفضل في مكاني ل6 الصبح بفكر فيك أنا. يا سموحة مالك يا حبيبتي؟ مفيش، متضايقة شوية. ليه؟ في حد زعلك؟ أنا زعلانة من نفسي. زعلانة من نفسك ليه؟ ليه يا حبيبتي يا ست البنات؟ عشان ما حملتش وما جبتلكش العيل. عيل ايه اللي عايزة تجيبيه؟ ابننا، ولا أنت ليك رأي تاني؟ لا يا حبيبتي طبعا لابننا، بس انت مش شايفة ان الكلام ده سابق لأوانه؟ سابق الأوان ازاي؟ ده احنا بقالنا 6 شهور متجوزين. اديكي قلتي بقالنا 6 شهور متجوزين. اقعدي يا روح قلبي، يعني عرسان طازج لسه في الأول، لسه بدري. طب والبدري ده لحد امتى؟ ما تحسبيهاش، هي لحظات الحب الحلوة بتتعدي بالساعات. يا بت تعالي هنا. ايه دول يا حاج؟ 10 وصولات أمان، كل وصل ب10,000 جنيه، يعني باختصار ال100,000 اللي هتاخدهم مني. انت بتخوني يا حاج؟ وخون أبويا كمان. التجارة ما فيهاش إلا حقي وحقك بالورقة والقلم. امضي. عندك حق، ما انت معذور، مش متخيل المكسب. أنا أصلي ما أعرفش أتخيل، ما أحبش أتخيل، أنا أحب أمسك الفلوس بإيدي، أشم ريحتها. هيحصل يا حاج، طمن. سلام انا بقى. ألف سلام. أهلا أهلا بعروستنا. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. دي بنتي العروسة لسه راجعة من شهر العسل، الأستاذ نديم. اهلا وسهلا، الف مبروك. الله يبارك فيك. طيب تأمرنيش بحاجة يا حاج؟ شكرا يا أستاذ نديم، بالسلامة. السلام عليكم. تعالي يا بنتي، تعالي بقى اقعدي قدامي واحكي لي، تعالي اقعدي، ده انت وحشاني قوي 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 قوي. احكي لي بقى عملتي ايه في ماليزيا؟ احكي لي انت يا بابا، عملت ايه في لبنان؟ يا ترى كان شهر عسل حلو ولا وحش؟ انت عرفتي؟ يعني الكلام ده طلع صح؟ ايوه صح، ده شرع ربنا. انا يا بنتي ما عملتش حاجه غلط عشان اخبيها. وايه اللي انت لابسه ده؟ ها؟ وايه الصبغه دي يا بابا؟ لا دي مش صبغه، دي حنه. صلنا على النبي عليه الصلاه والسلام. انت هتجادلي في دي كمان؟ وماما يا بابا؟ واسلم حل لماما انها تفضل كده ما تعرفش حاجه، لانها لو عرفت محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل لها. يعني عايزها تفضل عايشه مخدوعه فيك؟ بنت احفظي ادبك، راعي ان انت بتتكلمي مع ابوك. يا بابا حضرتك حرام عليكم بقى، حرام عليكم. انا عشت عمري كله كاتم في قلبي علشانكم، دلوقتي انتوا مستكترين تكتبوا في قلوبكم شويه عشان خاطري وخاطر امكم. يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده. الشر عليكي. الله، خدي يا حبيبتي. نورة اسمعي، نورة خد. بنت كنت ظبط عظيم. بكره تهدى وتحكم عقلها.